لو قلت لك تتوقع مبيعات بكره كام، تقريبا هتعرف تخمن رقم قريب بحكم شغلك. طيب لو قلت لك تتوقع مبيعات الشهر اللي جاي هتبقى كام، هتحتاج بيانات اكتر وتحتاج انك تعمل تحاليل اكتر عشان تعرف تطلع رقم قريب. طيب لو قلت لك بقى تتوقع مبيعات السنه اللي جايه كام، ساعتها هتبدا تحس ان الموضوع ابتدى يبقى اصعب. طب ليه؟ لان كل ما بيتم التوقع لفتره ابعد كل ما نسبه عدم اليقين بتزيد، ومع ذلك في شركات بتخطط للانتاج وتشتري خامات وتبني مصانع بناء على توقعات مستقبليه. فالسؤال هو ازاي بيعملوا كده، وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. ورا كل شركة ناجحة سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي التخطيط هو اللي بيحول الرؤية لواقع. أنا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. اهلا بحضراتكم في الحلقه الثانيه من بلاننج ماستر كلاس. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ان اي قرار داخل السبلاي تشين بيبدا بسؤال واحد: احنا متوقعين نبيع كام؟ طيب ازاي الشركات بتوصل للتوقع ده؟ خلينا نقول اول حاجه يعني ايه فوركاست؟ الفوركاست ببساطه افضل تقدير لحجم الطلب المتوقع في المستقبل باستخدام البيانات والمعلومات المتاحه اعداد التوقع. انا عايزك تركز معايا على كلمه وهي افضل تقدير، يعني مش وعد، مش بروميس، ومش رقم مضمون، ومش تنبؤ بالمستقبل. ده قرار مبني على افضل المعلومات المتاحه النهارده. طيب خلينا نسال سؤال تاني: هل الفوركاست كله زي بعض؟ الاجابه لا، وده اول مفهوم اي بلانر لازم يفهمه، لان في فرق بين ان انت تتوقع مبيعات الاسبوع اللي جاي وبين انك تتوقع السنه اللي جايه. كل ما الفتره الزمنيه تزيد كل ما عدم اليقين يزيد، وعشان كده الشركات بتقسم التوقعات دي على حسب المده. عاده الشركات بتشتغل بثلاث مستويات: شورت تيرم فوركاست، ميديوم تيرم فوركاست، ولونج تيرم فوركاست. خلينا ناخدهم واحده واحده بالترتيب. الشورت تيرم فوركاست دي بتكون لايام وحد اقصى اسابيع، تستخدم في الانتاج اليومي وفي السكيدجولينج وفي التشغيل. طيب والميديوم تيرم فوركاست ودي بتكون لعده شهور، ممكن كوارتر وممكن نص سنه. طيب دي بتساعد في ايه؟ دي بتساعد في شراء الخامات، تخطيط الطاقه الانتاجيه، واداره المخزون او الانفنتوري مانجمنت. اخر نوع معانا هو اللونج تيرم فوركاست، وده ممكن يمتد لسنه او اكتر، وفي اغلبيه الشركات بيبقى حوالي 18 شهر، وفي شركات او دول بتستخدمه في اكتر من كده. يعني مثلا عندنا في مصر في مصطلح مشهور دايما وبيتقال كتير وهو الخطة الخمسية. الخطة الخمسية دي هي long term forecast. دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم لو احنا هنعمل توسعات في المصانع، استثمارات جديدة، هنشتري معدات او مكن جديد، وفي القرارات الاستراتيجية. وده هيربطنا بعدين بجزء الاستراتيجيك بلاننج. طيب السؤال دلوقتي: الشركات بتعمل الفوركاست ازاي؟ بشكل عام في مدرستين بس في الفوركاست، اي شركة لازم تختار واحدة منهم تمشي عليها، وممكن تمشي على الاثنين: كواليتيتيف فوركاست وكوانتيتيف فوركاست. طيب خلينا نبدأ بأول واحدة وهي الكواليتيتيف فوركاست، ودي بتعتمد على الخبرة البشرية. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم لما يكون في منتج جديد، السوق جديد، او مفيش بيانات سابقه او هيستوريكال داتا. يعني بدل ما هتعتمد على الارقام هتعتمد على خبره فريق المبيعات، التسويق، اراء الخبراء او الاستشاريين، والماركت سيرفيز او ابحاث السوق. خلينا ناخد المثال ده برضو في الاف ام سي جي. لو في شركه هتنزل نكهه ايس كريم جديده، فدي نازله السوق لاول مره، فده يعتبر منتج جديد، مفيش مبيعات سابقه دي. يبقى هنا الشركه هتتوقع الطلب بناء على ايه؟ هنا الشركه هتتوقع الطلب ده وهي معتمده على الماركت سيرفيز او دراسات السوق واراء العملاء وخبره فريق المبيعات والتسويق. تاني نوع معانا الكوانتيتيف فوركاست، ودي بتعتمد على البيانات. لو المنتج بيتباع بقاله 5 سنين فانا عندي هيستوريكال داتا ل5 سنين، فبمعنى اصح عندي تاريخه اقدر احلله عشان اشوف او اطلع منه ايه وايه الارقام اللي هتفيدني في الكوانتيتيف فوركاست. متوسط المبيعات، السيزوناليتي او الموسميه لو كان في تقلبات في الطلب، معدل النمو اللي هو الجروث، والاتجاه العام للمنتج ده. الاتجاه العام هنا مقصود بيه مكان المنتج ده في البرودكت لايف سايكل، ومن هنا نقدر نطلع الفوركاست. طيب السؤال هنا: هل الشركات بتكتفي بنوع واحد بس من الفوركاست ولا بتستخدم النوعين؟ ودي نقطة مهمة جدا. الشركات البروفيشنال او الناجحة غالبا بتجمع بين النوعين، يعني بتستخدم البيانات وفي نفس الوقت بتسمع لفريق المبيعات والتسويق وللعملاء الكبار، لان في الاخر الارقام لوحدها مش هتحكي القصة كاملة. مين اللي بيشارك في الفوركاست؟ ناس كتير فاكرة ان البلانر بيقعد قدام الاكسل ويطلع فوركاست لوحده، لكن الحقيقه غير كده خالص. في شركات كتير المبيعات او السيلز بتشارك، التسويق بيشارك، الاداره الماليه بتشارك، الانتاج بيشارك، وفي الاخر السبلاي تشين او سلسله الامداد بتجمع كل الاراء دي في خطه واحده. وده اللي هنشرحه بالتفصيل لما نوصل لحلقه الاس اند او بي. خليني اقول لك على حاجه من واقع تجربه شخصيه. في قطاع الاف ام سي جي كان عندنا منتجات مستقره جدا ومنتجات موسميه ومنتجات جديده. كان مستحيل
البلاننج يستخدم نفس اسلوب التوقع لكل المنتجات، لان المنتجات الجديده كانت بتحتاج خبره السوق، بس المنتجات القديمه كانوا بيعتمدوا فيها بشكل اكبر على الهيستوريكال داتا. وده علمني حاجه مهمه جدا، ويمكن انا قلتها الحلقه اللي فاتت بس هي مهمه وهكررها برضو الحلقه دي. نجاح البلانر مش في انه يحفظ معادلات، لكن نجاحه في اختيار الطريقه المناسبه لكل حاله وكل منتج. يعني ما ينفعش ان انا استخدم السيزوناليتي اندكس على منتج زي ملح الطعام، لان تقريبا الطلب بتاعه ثابت ومستقر وما فيهوش مواسم. تعالوا نبص على مثال تاني. تخيل معايا كده شركه اجهزه كهربائيه، هي في الايام العاديه المبيعات عندها تعتبر مستقره، يعني نفس المبيعات اللي بتبيعها في شهر يناير هي في فبراير هي في مارس. بس الشركه جت في وقت واعلنت عن خصومات كتيره في البلاك فرايداي، فلو كان البلانر اعتمد على مبيعات الشهر اللي فات بس هيطلع فوركاست اقل من الواقع بكتير جدا. لكن لو اخدنا الحمله التسويقيه دي في الاعتبار بالخصومات اللي معموله، هنطلع نتيجه او توقع اقرب للواقع. وده بيوضح ان البيانات لوحدها مش كفايه، وبرده في حاجات تانية كتير بتحكم الفوركاست زي قانون العرض والطلب، وده برده هنعمل له فيديو مستقل ان شاء الله في سبلاي تشين انسايتس. طيب خلينا ناخد خرافه وحقيقه جوه الديماند بلاننج. ايه هي الخرافه؟ ان لو الفوركاست طلع غلط يبقى البلانر ده فشل، والحقيقه لا، لان الفوركاست عمرها ما هتبقى صح بنسبه 100%، بس النجاح الحقيقي ان احنا بنقلل نسبه الخطا ونراجع التوقع باستمرار اول ما تظهر قدامنا معلومه جديده. وخلي بالك من حاجه، الفوركاستر الشاطر مش هو اللي بيطلع الرقم، الفوركاستر الشاطر هو اللي يقدر يشرح ليه اختار الرقم ده، ولو مش قادر يبرر اختياره او يقول هو اختار الاختيار ده ليه، يبقى لازم يراجع طريقه التفكير. طيب زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت برضه هنعمله في الحلقه دي، وهو الانترفيو كورنر. فلو اتسالت سؤال في الانترفيو وهو what are the two main forecasting methods، اعتقد ان افضل اجابه هتكون forecasting methods are generally classified into qualitative forecasting which relies on expert judgment and market knowledge, and quantitative forecasting which relies on historical data and statistical analysis. And most of the organizations or corporates use a combination between both depending on the business needs and the business situation. النهارده عرفنا ان الشركات مش بتتوقع الطلب بطريقه واحده، وان اختيار اسلوب الفوركاست بيعتمد على طبيعه المنتج والبيانات المتاحه ومده التوقع. لكن يفضل سؤال مهم، بعد ما عملنا الفوركاست ازاي نعرف انه كان اكيوريت او كان دقيق او كان قريب جدا من الواقع؟ وده اللي هنتكلم عليه في الحلقه اللي جايه لما ندخل على واحد من اهم المواضيع لاي بلانر، وهو الفوركاست اكيورسي. لو استفدت من الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من سلسله بلاننج ماستر كلاس. ولو شايف ان الحلقه دي هتفيد حد يا ريت تعمل لها شير وخليه يستفاد. شكرا لحضراتكم واشوفكم في الحلقه اللي جايه.